بقول لك ايه، شفت الشيخ البتنجاني بيقول ايه؟ ايه ده بابا غنوم ولا في المسقعة؟ يا عم ركز الله يكرمك، احنا في كارثة حرفيا. في ايه يا عم؟ ما تقلقنيش. لا لازم تقلق، ده بيقول حاجات بتهد ثوابت الدين. عيالك او عيالي او عيالنا كلنا لازم يعرفوا الصح من الغلط. طيب فهمني في ايه بس، وبيقول ايه البتنجاني ده؟ بص يا عم، الراجل ده طلع يزرط علينا ويقول لك ما ينفعش تحب حد زي حبك للشيخ. وقال ايه، شبه الشرك ده بالشرك بالله. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ هو في كده اصلا؟ ومش بس كده، قام زارت علينا تاني وقال لك ما ينفعش تدي للشيخ ظهرك وانت ماشي. ايه الهبل ده؟ عشان ما اديلوش انا ظهري امشي انا بظهري؟ ازاي يا عم؟ ده هبل والله. خد التقيلة، انت لسه شفت حاجة؟ بيقول لك انت لو شفت الشيخ وانت جعان ولا عطشان لازم تحس بالشبع، ولو حصل عكس ده يبقى انت مش صادق في حبك للشيخ. الراجل ده مسخرة اقسم بالله. على كده بقى احنا ممكن نعيش على الطاقة الشمسية، مش محتاجين ناكل ولا نشرب، محتاجين بس شيخ في المنطقة ننزل كل وجبة نبص له ونرجع تاني. ويا ريته سكت على كده، وقال لك كمان ان نظرك للشيخ اكبر عبادة. سيبك بقى من كل اللي فات، ده هبت حتة هبدة. راح قايل لك ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام لا هو مخلوق ولا بشر، ده مخلوق من نور ربنا عز وجل، يعني هو روح لا يموت. ده هبل والله. ازاي يا عم الكلام ده؟ سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام مات، والصحابة رضوان الله عليهم صلوا عليه. ده حقيقي، بس هو بيهبط زي ما قلت لك. تفتكر بقى سكت على كده؟ ده بيقول كمان ان لما الواحد يموت ويجي ملك الموت ما يلاقيش عنده نفس ويلاقي روح بس، تقوم روحه تطلع تتنعم في ربنا، انما لو عنده نفس وروح هيروح الجنة بس. ده بيخترع دين جديد ده ولا ايه؟ ما شاء الله، الراجل بتنجانة ده يدخل موسوعة نجس مستريح. عارف يدخلها فين؟ في الهبدة الدامية. وعيالك الله يبارك لك، عشان مش ناقصة يطلع لنا جيل مش فاهم الصح من الغلط.